الدرونات ويومياتها مع الجنوبيين. في القرى والبلدات الجنوبية من لبنان لم تعد الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجرد مشهد عابر في السماء. حضورها صار جزءا من الحياة اليومية للسكان، حتى باتت ترى فوق الرؤوس مباشرة على ارتفاعات منخفضة تشعر الأهالي أن الخصوصية نفسها لم تعد قائمة. المسيرات لا تكتفي بالتحليق في الأجواء، بل ترافق الناس إلى تفاصيل حياتهم، في الحقول الزراعية، فوق المقابر، وحتى قرب أماكن العمل، وبالقرب من المدارس أو الدوائر الرسمية. تلاحق، تسجل، وتجمع المعلومات، وفي بعض من الأحيان يقرر مسيرها أن يفتح أحاديث مع من يتم ملاحقته. الأهالي يتحدثون عن طائرات تطاردهم حيث يذهبون، تقترب أحيانا لمسافات لا تتجاوز بضع أمتار، لتتحول من وسيلة مراقبة إلى عنصر تهديد نفسي يومي. الأمر لم يعد مرتبطا بالتسجيل أو جمع المعلومات من السماء فحسب. الطائرات المسيرة باتت تتجول فوق المنازل والطرقات، وتفرض وجودها كجزء من المشهد المألوف في الجنوب. ومع هذا المشهد المتكرر، يشعر المواطنون أن حياتهم مكشوفة بالكامل، وأن حتى المساحات الشخصية لم تعد بمنأى عن أعين المراقبة. هذا الحضور اليومي يترك أثرا مباشرا على السكان. البعض يصفه بأنه نوع من الترهيب الصامت، حيث يعيش الأهالي تحت ضغط نفسي دائم، وآخرون يعتبرونه خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية واستباحة صريحة للحياة المدنية في القرى الجنوبية. المشهد يتكرر منذ أسابيع، ومعه تتزايد المخاوف من أن تكون هذه الطائرات تمهيدا لسيناريوهات أمنية أو عسكرية أكبر. لكن الأكيد أن الجنوب اليوم يعيش تحت عين لا تغادر السماء، عين معلقة تراقب عن قرب وتحول يوميات المواطنين إلى ساحة مراقبة مفتوحة.